السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أهلا بيك. يا رب تكون بخير وصحة وسلامة وسعادة، وكل سنة وأنت طيب يا صديقي، ورمضان كريم عليك وعليا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهارده يا صديقي زي ما بنتقابل كده في لقاءاتنا الأسبوعية عشان بنحل التقييم الأسبوعي، هحل لك تدريبات كتاب الامتحان لكل المنهج، ولكن طبعا النهارده مش كل المنهج، النهارده الدرس الأول فقط. في كل فيديو هتلاقي درس حل تدريبات كتاب الامتحان كلها. طيب، لو بتسأل الشرح موجود فين؟ فالشرح بيبقى موجود على المنصة واللي لينكاتها موجودة في الوصف تحت الفيديو، وفي كمان أرقام للتواصل عشان لو محتاج تعرف أي تفاصيل. لو اشترك ازاي، انزلها منين، اتفرج عليها ازاي، وكل التفاصيل دي. كمان موجود لينكاتنا للسوشيال ميديا، لازم تفضل متابعنا عشان تعرف كل جديد احنا هنقدمه لك، لاننا هنا بنفضل معاك لحد باب اللجنة بفضل الله. طيب، كمان لو انت اول مره تتفرج عليا لازم تشترك في القناه وتتابعنا طبعا بشكل دايم، وتساعدنا باللايك والشير عشان انت تستفاد واحنا نستفاد وغيرك كمان يستفاد باللي احنا بنقدمه. انا حاسس ان انا طولت عليك فيلا بينا نبدا حل تدريبات اول درس، اللي هو مصر من الفتح الاسلامي لحد قيام الدول المستقله. اول سؤال بيقول لي ايه؟ جوهر التخطيط يكمن في المفاجاه. يعني الزتونه بتاعه التخطيط موجوده في المفاجاه. ينطبق مضمون العباره السابقه على فتح عمرو بن العاص لمدينه ايه؟ مدينه ايه اللي راحها عمرو بن العاص بشكل مفاجئ؟ هل هي الاسكندريه ولا الفرمه ولا بلبيس ولا ام دنين؟ وهي طبعا بلبيس، لان عمرو بن العاص لما راح من الفرمه لبلبيس التزم بالجانب الصحراوي عشان يحقق المفاجاه العسكريه. سؤال 2، غاب عن احداث الفتح الاسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص ايه؟ وجود مقاومه من المصريين ضد المسلمين، ظهور تفاهمات دبلوماسيه بين المسلمين والروم، عدم التزام الروم بقواعد الحكم المركزي، نجاح المسلمين في فتح بعض المدن دون قتال. طبعا الاجابه الف، هي وجود مقاومه من المصريين ضد المسلمين، لان المصريين رحبوا بقدوم المسلمين. سؤال رقم 3، اي من الاحداث التاليه ترتبت على تبعيات اطول مده حصار لمدينه مصريه من قبل المسلمين خلال مراحل الفتح الاسلامي؟ هي من الاحداث التاليه حدثت نتيجه تبعيات اطول مده حصار لمدينه مصريه من قبل المسلمين: حدوث تحول في وضع مصر السياسي، انتهاء الوجود اليهودي في مصر، احكام السيطره على حصن بابليون، بدء مفاوضات الصلح مع هرقل. طبعا الاجابه حدوث تحول في وضع مصر السياسي، لان اطول مدينه تم حصارها هي الاسكندريه لمده 14 شهر، والنتائج على تبعياتها ان مصر اصبحت ولايه اسلاميه. طيب، السؤال اللي بعده، تشابه دور كل من عبد العزيز بن مروان وعمرو بن العاص خلال فتره حكمهم لمصر في عده جوانب، يخرج عنها ايه؟ اتخاذ عاصمه جديده، الاهتمام بالمشروعات المائيه، التفاوض مع قاده الروم، الاهتمام بالعمران الديني. تشابه كل من عبد العزيز في عده جوانب يخرج عنها. طبعا هتبقى الاجابه ج، التفاوض مع قاده الروم، لان عبد العزيز بن مروان لم يتفاوض مع قاده الروم، ولكن عمرو بن العاص خد الفسطاط وهو خد حلوان، فدي موضوع العاصمه. عمل مقياس وعمرو بن العاص عمل قناه، والاهتمام بالعمران الديني بنى جامع، وبرضه عمر بن عبد العزيز بنى جامع في حلوان. طيب، ووسع في الجامع بتاع عمرو بن العاص. تجددت دماء القوات الاسلاميه المشاركه في فتح مصر، وظهر ذلك خلال حصار مدينه الفرمه، حصار حصن بابليون، فتح العريش، فتح ام دنين، طبعا حصار حصن بابليون لما تم ارسال المدد من المدينه. السؤال اللي بعده سؤال 6، في ضوء الخريطه المقابله للفتح الاسلامي لمصر، يعتبر خط سير الجيش الاسلامي بعد السيطره على مدينه الفرمه، يعبر مش يعتبر انا اسف، عن استغلال عمرو بن العاص لايه؟ يعني خط السير بدل ما يكمل على الساحل كده ويمشي هنا، لا ده هو كمل من الصحراء. فعمرو بن العاص كان بيستغل ايه؟ نقاط ضعف جيش الروم، خبرته بالطرق الساحليه، المدد اللي ارسله الخليفه، الخلاف ما بين المقوقس وهرقل. والاجابه طبعا نقاط ضعف جيش الروم بسبب عدم قدره العدو على حرب الصحراء، او ضعف العدو في فكره حرب الصحراء. سؤال 7، ارتبط قيام عمرو بن العاص بطلب المساعده من خليفه المسلمين خلال فتح مصر بنتائج ايه؟ يعني عمرو بن العاص طلب المساعده من خليفه المسلمين خلال فتح مصر، والارتباط ده بنتائج ايه؟ استسلام العريش، اشتباكات مدينه الفرمه، اقتحامه بلبيس، الاستيلاء على ام دنين. عمرو بن العاص طلب المساعده من خليفه المسلمين، والارتباط كان بالاستيلاء على ام دنين، لانه استعان بالمدد في فتح حصن بابليون. يستدل على عدم احكام الروم سيطرتهم على جميع الاراضي المصريه خلال فتح عمرو بن العاص. يستدل على عدم احكام الروم سيطرتهم على جميع الاراضي المصريه، ليه؟ للعريش ولا الفرم ولا بلبيس ولا ام دنين؟ طبعا العريش، لان المسلمين دخلوا العريش دون قتال. سؤال 9، كانت بدايه معاناه الروم عسكريا بمصر اثناء مواجهه المسلمين فين؟ في حصن بابليون بدايه المعاناه، ولا ام دنين ولا بلبيس ولا الفرمه؟ طبعا الفرمه، لما حاصرها عمرو بن العاص لمده شهر واستطاع فتحها. يستدل من تحليل محتوى العبارة المقابلة
عن سياسة حاكم مصر الروماني قبل فتح مصر، وقد قام المسلمين بعد الفتح بمواقف مناقضة لهذه السياسة. يعبر عنها إيه؟ بيقول لك خصص الباحث البريطاني ألفريد بيتلر فصلا في كتابه عن فتح مصر بعنوان الاضطهاد الأعظم للمصريين على يد المقوقس. طب مضمون بيان عمرو بن العاص بعد صلح الإسكندرية: توحيد كل الضرائب في ضريبة واحدة، إسقاط الجزية عن كل جنود الروم، الاهتمام بالمشروع الاقتصادي. حاكم مصر الروماني كان بيضطهد المصريين، والمسلمين بعد الفتح عملوا مواقف ضد ده، ما اضطهدوش المصريين، فوحدوا كل الضرائب في ضريبه واحده، اسقاط الجزيه عن كل جنود الروم، الاهتمام بالمشروعات الاقتصاديه، ولا مضمون بيان عمرو بن العاص بعد الصلح؟ طبعا الاجابه مضمون بيان عمرو بن العاص بعد الصلح، اللي هو التسامح مع المصريين وحريه العقيده والاحتفاظ بالكنائس والاموال والارواح. السؤال اللي بعد كده سؤال 11: اي الجهات الاتيه تمكنت مصر من خلالها الاتصال باراضي شبه الجزيره العربيه؟ هل الشرقيه ولا الغربيه ولا الشماليه ولا الجنوبيه؟ اتصلنا ازاي بشبه الجزيره العربيه؟ بص بقى، انا معترض على السؤال ده. المفروض السؤال ده يبقى الشماليه الشرقيه، لاننا اتصلنا بشبه الجزيره العربيه عن طريق شبه جزيره سيناء او عن طريق البحر الاحمر، فانا هميل اكتر للشرقيه. طيب، اصر عمرو بن العاص على فتح مصر بعد مؤتمر الجابيه لعده عوامل، منها قله عدد القوات الرومانيه، الاهميه الدينيه لمصر، توفير الحمايه لمقر الخلافه، الصلات الاجتماعيه مع المصريين، والاجابه طبعا هتبقى ج، هي توفير الحمايه لمقر الخلافه. السؤال اللي بعد كده سؤال 13: بعد هزيمة الروم من المسلمين في أم دنين قاموا بالفرار جهة إيه؟ الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب. طيب لو بصينا على الخريطة اللي هنا، فين بقى الخريطة أهي، هتلاقي أم دنين أهي وتحتيها على طول حصن بابليون، وده معناه إن هم توجهوا نحو الجنوب. هننزل كده على نفس السؤال بتاعنا وهنختار على طول الجنوب. طيب السؤال اللي بعده 14: أي من المواقف الآتية تعد دليلا عمليا على صدق ما ورد في وصف عمر بن الخطاب للقادة في النص؟ بادر الخليفة إلى تحقيق طلب القائد عمرو بن العاص مع الكتاب يقول فيه: إني قد أمددتك ب4,000 رجل على كل 1000 رجل رجل منهم بمقام الألف. زبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. ماشي. عمر بن الخطاب بعت له جواب بتاع المدد، بيقول له انا بعت لك 4000 راجل على كل 1000 راجل بمقام الألف. فهنا بيقول لي ده يعد دليل عملي على صدق ما ورد في وصف عمرو بن العاص. فأنهي موقف؟ انتصار المسلمين في ام دنين، نجاح المفاوضات مع ملك الروم، فتح المسلمين حصن بابليون، انتصار المسلمين في بلبيس. والاجابه طبعا فتح المسلمين حصن بابليون، لان الزبير بن العوام اللي هو ده كان السبب في عمليه الفتح. سؤال 15: حرص عمرو بن العاص بعد اتمام فتح مصر على تحقيق الاستقرار السياسي به، وظهر ذلك من خلال سرعه انشاء عاصمه جديده، اعادته لهيكله النظام، قيامه بحفر خليج امير المؤمنين، بناء مسجد ليقوم مقر الحاكم. طبعا سرعه في انشاء العاصمه عشان نحقق استقرار سياسي. سؤال 16: ارسل المقوقس رسله الى عمرو بن العاص خلال حصار حصن بابليون بسبب رغبته فيه. عرض شروط الاستسلام، جمع المعلومات عن المسلمين، مقابله الخليفه، تجنب القتال. وطبعا الاجابه هي جمع المعلومات عن المسلمين. هنا يا جماعه الرسل هم جايين يشوفوا او يتفاوضوا بيجمعوا معلومات عن الجيش، وضع استعداد الجيش قوي ولا مش قوي، وهكذا. سؤال 17: طالت مده المفاوضات بين المسلمين والروم اثناء حصار حصن بابليون بسبب ايه؟ معارضه بعض المسلمين للصلح، قله عدد الجيش الاسلامي، الخلاف السياسي بين هرقل والمقوقس، وصول امدادات لقوات الروم في مصر. وطبعا الاجابه ج، الخلاف السياسي بين هرقل والمقوقس. ليه؟ لان هرقل لو كان وافق على الصلح بتاع المقوقس كان هيتم فتح الحصن. سؤال 18: رفض هرقل الصلح الذي عقده المقوقس مع عمرو بن العاص بسبب اهميه مصر للدوله البيزنطيه، قله عدد جنود المسلمين، مكانه مصر الدينيه، رغبته في مساعده الاقباط. وطبعا الاجابه هي اهميه مصر للدوله البيزنطيه، اللي هي مخزن قمح مهم مش عايز يستغنى عنه. سؤال رقم 19: نتوقع في حاله موافقه ملك الروم على بنود الصلح الذي تم عرضه بين عمرو بن العاص وحاكم مصر ان يصبح عمرو بن العاص وليا على مصر، تقسم مصر بين الروم والمسلمين، تتحول تبعيه مصر للخلافه الاسلاميه، يظل المقوقس حاكم على مصر. طبعا الاجابه ج، هي تتحول تبعيه مصر للخلافه الاسلاميه، لان الصلح كان بينص على ده. طيب سؤال 20: يستدل من رفض هرقل ملك الروم لبنود الصلح الذي عقده المقوقس مع عمرو بن العاص اثناء حصاره لحصن بابليون على التفوق العسكري للروم، ضعف الروح المعنويه للجنود، سوء تقدير هرقل للموقف، ثقه هرقل في مهاره وكفاءه المقوقس. طبعا الاجابه هي ج، سوء تقدير هرقل للموقف. ليه؟
لان لو كان مقدر الموقف كويس كان هيعرف ان الرومان هيفشلوا في الدفاع عن مصر ضد الجيش الاسلامي. سؤال رقم 21: حدث انشقاق في صفوف الروم بعد عقد اتفاق المقوقس مع عمرو بن العاص نتيجه لموقف مين؟ البطريرك بنيامين، الامبراطور البيزنطي خليفه المسلمين المصريين؟ طبعا الامبراطور البيزنطي. ليه؟ لما هرقل رفض الصلح اللي اتكلم معاه في المقوقس، المقوقس التزم بالصلح بتاعه مع عمرو بن العاص، فهنا المقوقس ومن اتبعه مش هيحاربوا، واللي اتبقى هو اللي هيحارب، وده انقسام نتيجه لموقف هرقل. سؤال 22: تتوقع أن المدينة التي كانت لا تزال في أيدي الروم عندما أرسل الخليفة عمر بن الخطاب الرسالة التي توجد بالنص المقابل؟ لما أبطأ على الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص: فقد عجبت لإبطاءكم عن فتح، أنكم تقاتلون منذ سنتين وما ذلك إلا لما أحدثتم. طيب هي بلبيس ولا الإسكندرية ولا الفرمة ولا أم دنين؟ طبعا الإسكندرية. ليه بقى؟ لأن لما نحسبها كده أنتوا بتقاتلوا بقالكم سنتين، شهر في الفرمة و11 شهر عند حصن بابليون، ادي كده سنه، و14 شهر في الاسكندريه ادي كده سنتين. طيب تمثل العامل المباشر الذي شجع الخليفه عمر بن الخطاب على اتخاذ قرار فتح مصر هو ضعف امبراطور الروم، ولا استقرار الفتوحات الاسلاميه في الشرق، ولا تهديد الروم للمدينه، ولا اقتناعه براي احد كبار قادته؟ طيب الاجابه هتبقى ده يا جماعه، اقتناعه براي احد كبار قادته اللي هو عمرو بن العاص، لما قال له انك ان فتحتها ستكون قوه وعونا للمسلمين، فهي اكثر الارض اموالا واعجزها عن القتال والحرب. طيب سؤال 24: اتبعت السلطه الرومانيه الحاكمه في مصر اسلوب جديد للتعامل مع الخصم اثناء احداث فتح المسلمين لايه؟ فرما ولا بلبيس ولا ام دنين ولا حصن بابليون؟ تبعت السلطه الرومانيه الحاكمه في مصر اسلوب جديد للتعامل مع الخصم، طبعا هيبقى حصن بابليون. ليه؟ لان كان في تفاوض في حصن بابليون، على عكس الفرما قتال، بلبيس قتال، وام دنين قتال. سؤال 25: القاسم المشترك بين فتح المسلمين لكل من فرما وحصن بابليون والاسكندريه هو الاعتماد على امدادات الخلافه، الاساطيل البحريه، حصار العدو، التحالفات. طبعا حصار العدو. قلنا شهر، 11 شهر، 14 شهر. سؤال 26: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى المقوقس حاكم مصر من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية بين المدينة ومصر، حماية الدعاء المسلمين، نشر الدعوة الإسلامية، تأمين حدود الدولة. وطبعا هو نشر الدعوة الإسلامية، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية بعت الرسل لجميع ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. سؤال 27: اعتمد الرومان على مصر في توفير احتياجات روما من الحبوب، يدل ذلك على امتلاك مصر ثروة زراعية كبيرة، عدم توافر ظروف زراعه الحبوب في روما، وجود تكامل اقتصادي، ولا ازدهار التجاره الخارجيه؟ طبعا الاجابه امتلاك مصر ثروه زراعيه كبيره. تعد البدايه الحقيقيه لنهايه سيطره الروم على مصر عندما تمكن المسلمين من فتح. البدايه الحقيقيه هي طبعا حصن بابليون. ليه؟ لان ده اقوى الحصون الرومانيه جوه مصر، فلما سقط حصن بابليون دي كده خلاص نهايه الرومان في مصر. سؤال 29: عمل المسلمين بعد فتح مصر على الاستفادة من الإنجازات الحضارات السابقة عن طريق بناء الفسطاط، ولا تنشيط طرق التجارة، ولا إرسال الدعم العسكري لعاصمة الخلافة، ولا بناء القصور والحدائق؟ والإجابة تنشيط طرق التجارة. ليه؟ لأن عمرو بن العاص عمل على إعادة حفر خليج تراجان وتم تسميته بخليج أمير المؤمنين. سؤال 30: نستنتج أن السبب في عدم قيام الخليفة أبي بكر بفتح مصر يرجع إلى إدراكه خطورة الصدام مع الروم، انشغاله بالقضاء على المشاكل الداخليه، بعد المسافه بين مصر والمدينه، عدم اكتمال الفتح الاسلامي للشام. هو طبعا عدم اكتمال الفتح الاسلامي للشام. ليه انا بحارب دلوقتي في بلاد الشام ولسه ما خلصتش؟ هركز مع مصر؟ لا، خلص بلاد الشام، بعد كده امن الفتوحات في بلاد الشام من الجهه الجنوبيه الغربيه. 31: ترتب على وجود الروم غرب دولة الإسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تشكيل خطر على المدينة النبوية واليمن، فلسطين واليمن، العراق والشام، الشام والمدينة النبوية. طبعا الشام والمدينة النبوية، وده كان من أسباب الفتح. سؤال 32: تردد عمر بن الخطاب في خروج عمرو بن العاص لفتح مصر بسبب إدراكه لقوة جيش الروم، رغبته في تثبيت الفتوحات الإسلامية في الشام، عدم ثقته في كفاءة جيش المسلمين، قلة معلومات المسلمين عن أحوال مصر. وطبعا الإجابة ب هي رغبته في تثبيت الفتوحات في بلاد الشام ثم إرسال الجيش إلى مصر. سؤال 33: تم إصدار قرار الفتح الإسلامي لمصر من المدينة النبوية، جنوب سوريا، قيصرية، مكة، وهي طبعا جنوب سوريا. طب ليه يا مستر؟ لأن مؤتمر الجابية اللي تم فيه إصدار القرار بفتح مصر كان معمول في جنوب سوريا.
طب سؤال 34، نستنتج من معطيات الخريطة المقابلة ودراسة أحداث الفتح حرص المسلمين على. من معطيات الخريطة المقابلة ودراسة أحداث هي حرص المسلمين على إيه؟ فتح حصن بابليون مركز الحكم، ولا اتباع الطريق الساحلي وصولا للإسكندرية، ولا انتهاء العمليات العسكرية بفتح الإسكندرية، ولا السعي لتأمين حدود مصر الجنوبية؟ طب خط السير بتاعنا احنا هو في حرص المسلمين على إيه؟ على انتهاء العمليات العسكريه بفتح الاسكندريه، لاننا كان ممكن نتبع الطريق الساحلي لفتح الاسكندريه ونسيب حصن بابليون. طيب نشوف اللي بعده. 35، خلت اساليب عمرو بن العاص اثناء حصاره لحصن بابليون وعاصمه الروم بمصر من وضع الخطط العسكريه، الاعتماد على الاساطيل البحريه، اتباع اسلوب المفاوضات، استخدام اسلوب الاستطلاع. طبعا الاعتماد على الاساطيل البحريه، لاننا ما استخدمناش اسطول بحري في حصن بابليون ولا في الاسكندريه. افتقد المسلمين في احداث فتح الاسكندريه قدرتهم على حصارها من الجهه الايه؟ الشرقيه والجنوبيه، الجنوبيه والشماليه، الغربيه والشرقيه، الشماليه والغربيه. افتقد المسلمين في احداث فتح الاسكندريه على قدرتهم على حصارها من الجهه ايه؟ اول حاجه الشماليه لازم تبقى موجوده في السياق، فالشماليه ده شيء اساسي لازم هنختاره. فاحنا ممكن نختار هنا عندي الشماليه والغربيه، وما فيش حاجه تانية فيها الشماليه، مفيش حاجه تانية فيها الشماليه، فتبقى الاجابه الشماليه والغربيه. سؤال رقم 37، خلت شروط صلح الاسكندريه من بعض المميزات التي كانت ممنوحه للروم في بنود الاتفاق بين عمرو بن العاص والمقوقس، مثل ايه؟ الاعفاء من دفع الجزيه، الحق في تملك الاراضي، الحريه في الاعتقاد، الحصول على الامان، وطبعا الحق في تملك الاراضي لو يبقى للروم ارضهم كما هي، وده مش موجود في صلح الاسكندريه. كانت شروط صلح الاسكندريه بمثابه عقد للمصريين، حيث تم بمقتضاه الغاء كافه انواع الضرائب، حصول اليهود على امتيازات، اسناد الوظائف الكبرى للمصريين، تاكيد المصريين من زوال حكم الروم. لو عقد للمصريين على تاكد المصريين من زوال حكم الروم طبعا. سؤال 39، يستدل من بعض شروط صلح الاسكندريه على ثقة المسلمين في تنفيذ الروم للعهود، حرص الروم على الحرية الدينية للأقباط، استمرار الصراع بين المسلمين والروم، الخلاف بين قادة جيش الروم. يستدل من بعض الشروط، طبعا هتبقى دال الخلافات بين قادة جيش الروم. ليه؟ لأن المسلمين مش واثقين إن هم هينفذوا، فخلوا المسلمين معاهم 200 واحد، 150 جندي و50 مدني لضمان تنفيذ الشروط. سؤال 40، ساهمت البيئة التي عاش فيها عمرو بن العاص في ضمان وصول الجيش المسلمين بأمان إلى مدينة طبعا بلبيس، لأنه التزم بالجانب الصحراوي. 41، استفاد المسلمين من تأثير العامل النفسي والمعنوي للبيزنطيين في فتح إيه؟ يعني المسلمين استفادوا من إن العامل النفسي والمعنوي للبيزنطيين كان تدمر في فتح إيه؟ طبعا حصن نابليون بسبب طول مدة الحصار. سؤال 42، تمثلت أبرز نتائج الفتح الإسلامي لمصر والذي عادت بالنفع المباشر على الشعب المصري فيه تغيير نمط إدارة الحكم، تحقيق السلم المجتمعي، تقسيم مصر ل 80 كورة، إنشاء مدينة الفسطاط. طبعا هو تحقيق السلم المجتمعي زي حرية الاعتقاد. سؤال 43، ترتب على نجاح المسلمين في فتح مصر إضعاف قوة الروم وزيادة قوة المسلمين في النواحي إيه؟ الدينية والعسكرية، الاقتصادية والعسكرية، الثقافية والسياسية، الاجتماعية والدينية. طبعا الاقتصادية والعسكرية. ليه؟ بسبب الثروات بتاعت مصر وبسبب تأمين الدولة الإسلامية. سؤال 44، أمامك رسم تخيلي لأحد أقوى الحصون الرومانية في مصر، واللي استطاع المسلمين فتحه بفضل مهاراتهم في الحصار، كثرة عدد الجيش، ضعف أسوار الحصن، المدد اللي أرسله الخليفة. طب وهنا المسلمين استطاعوا إن هم يفتحوه بسبب المدد الذي أرسله الخليفة عمر بن الخطاب. سؤال 45، قام عمرو بن العاص ببناء عاصمة جديدة لمصر بدلا من الإسكندرية لتحقق أهداف إيه؟ دينية واقتصادية، اقتصادية وثقافية، ثقافية ودينية، عسكرية وسياسية. طبعا عسكرية وسياسية، مركز للحكم وكمان مكان لإدارة الدولة. 46، يرجع السبب الرئيسي في ازدهار مدينة الفسطاط خلال عصر الولاة إلى تضاؤل مكانة الإسكندرية، نهضتها العلمية والثقافية، إقامة منشآت عمرانية جديدة بها، وضعها السياسي والإداري. طبعا وضعها السياسي والإداري إنها يا جماعة العاصمة واتعملت حواليها منشآت جديدة. طب ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلاد الحجاز مع بداية عصر الولاة نتيجة اهتمام الوالي بإحياء خليج تروجان، بناء مقاييس على النيل والاهتمام بالزراعة، ازدهار الإسكندرية كمركز والاهتمام بالتصنيع. طبعا اهتمام الوالي بإعادة إحياء خليج تروجان ده خلى التجارة مع بلاد الحجاز تبقى أسهل بكتير. سؤال 48، ترتب على حفر خليج أمير المؤمنين زيادة أهمية مدينة الفسطاط إيه؟ العسكرية، الاقتصادية، السياسية، العلمية. طبعا الاقتصادية.
تمثلت أهداف عمرو بن العاص من حفر خليج أمير المؤمنين فيه ربط الأحمر بالمتوسط، ولا توفير الحماية لمصر من جهة الشرق، ولا استصلاح الأراضي التي يمر بها الخليج، ولا تسهيل اتصال الفسطاط بالمدينة؟ طبعا تسهيل اتصال الفسطاط بالمدينة عشان خاطر يحصل تبادل تجاري بشكل أسهل. 50 ازدهرت حركة التجارة الخارجية لمصر الإسلامية بعد إعادة حفر خليج طرجان، خاصة مع شمال أفريقيا، بلاد النوبة، شبه الجزيرة العربية، الدولة البيزنطية، طبعا شبه الجزيرة العربية اللي هي فيها الحجاز أو المدينة. سؤال 51، كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص في عام الرمادة يستغيث به لإنقاذ أهل المدينة. في ضوء مضمون العبارة السابقة، جاء استغاثة الخليفة عمر بن الخطاب بعمرو بن العاص نتيجة لإيه؟ ثراء مصر الاقتصادي، الروابط بين العرب ومصر، قرب مصر من عاصمة الخلافة، صلة القرابة بين عمرو والخليفة؟ طبعا الإجابة ثراء مصر الاقتصادي، لأن عمر بن الخطاب أثناء المجاعة لم يستعين إلا بمين؟ بمصر. سؤال 52 يستدل من تحليل مضمون النص المقابل على، يقول إدريس بيل عن أحوال مصر في القرن السادس الميلادي أن أبرز ظاهرة عن مصر وقتئذ أنها كانت بلدا ينقسم إلى نبلاء شبيهين بنبلاء الإقطاع والفلاحين، بنبلاء الإقطاع وفلاحين أنصاف عبيد. طيب، غياب العدالة الاجتماعية، تدهور الأوضاع الثقافية، افتقاد الحرية الدينية، ولا تدهور الأوضاع السياسية؟ طبعا غياب العدالة الاجتماعية، لأن البلد مقسومة لناس أغنياء قوي وناس تانيين فلاحين شغالين عندهم شبه العبيد. سؤال 53، خرج عمرو بن العاص لفتح مصر ومعه 4000 جندي. يعد خروج عمرو بن العاص بهذا العدد دليلا على قلة عدد قوات الروم بمصر، حرصه على ضم مصر، ضمان حسم المعارك لصالحه، ضمان مساعدة أهل مصر؟ والإجابة طبعا هتبقى قلة عدد قوات الروم اللي موجودة بمصر. سؤال 54، ارتبط العامل الحربي للفتح الإسلامي لمصر بالعامل التاريخي ولا الجغرافي ولا الاقتصادي ولا الديني؟ طبعا الجغرافي، نتيجة لقرب مصر من المدينة. 55، نجح عمرو بن العاص في مؤتمر الجابية في تأكيد كفاءته وقدرته العسكرية، إظهار قوة الجيش الإسلامي، الربط بين فتح مصر واستقرار الشام، تحليل إمكانيات المسلمين؟ طبعا الإجابة ج، هو الربط بين فتح مصر واستقرار بلاد الشام. سؤال 56، ظهرت سماحة المسلمين الفاتحين في تعاملهم مع المصريين من خلال السياسة اللي أعلنت بعد فتح الإسكندرية، ولا إعفاء الأقباط من دفع الجزية، ولا ازدهار الفسطاط، ولا نشر الأمن بين المصريين وطرد الرومان؟ طبعا الإجابة ألف، هي السياسة اللي أعلنت بعد فتح الإسكندرية اللي بأكد عليها تاني، اللي هو التسامح الديني. طيب، قال البطريرك بنيامين بعد إتمام الفتح الإسلامي لمصر: لقد وجدت في بلادي أمنا بعد خوف. يدل مضمون العبارة السابقة على تحسن الحالة الاقتصادية للمصريين، ولا مشاركته في التخلص من حكم الرومان، ولا سيادة مبدأ التعايش السلمي، ولا مشاركة المصريين في الحكم؟ طبعا الإجابة هي سيادة مبدأ التعايش السلمي زي ما قلت، اللي هو حرية الاعتقاد مكفولة للجميع. سؤال 58 بيقول لي: توفر عنصر الأمان بقدر كبير لجيش المسلمين أثناء فتح مصر في الطريق الواقع بين مين ومين؟ الفرمة وبلبيس، بلبيس ومدنين؟ مش محتاجين نكمل اختيارات، هي الفرمة وبلبيس، لأن عمرو بن العاص خد الطريق الصحراوي. سؤال 59 يتضح من تحليل مضمون النص المقابل أن الشرط الذي يدل على عدم إنهاء الصراع بين المسلمين والروم هو إن إحنا يا جماعة يفضل في إيدينا، لسه قايله في السؤال قبل كده، يبقى بأيدي المسلمين 150 جندي روماني و50 مدني ضمانا لتنفيذ العهود. فهو أن الجنود سيرحلون برا عليهم دفع الجزية، يتم ترحيل الحماية الرومانية في البحر، هل يعود الروم لمصر ثانية أو يحاولوا استردادها، يبقى في أيدي المسلمين 150 جندي روميا، وده يدل على عدم إنهاء الصراع. 60، كان عمرو بن العاص خبيرا بشؤون البلاد المحيطة بالجزيرة العربية، حيث ارتحل إلى عدة بلاد. يتضح في ضوء مضمون العبارة السابقة أن عمرو بن العاص استفاد من ذلك أثناء فتحه لمصر في حصار قواته لحصن بابليون، ترحيب المصريين بالفتح، معرفته بطبيعة مصر الجغرافية والعسكرية، مفاوضاته المتعددة؟ لا طبعا، هي معرفته بطبيعة مصر الجغرافية والعسكرية، لأنه زارها أكتر من مرة وعمل فيها تجارة بالمناسبة أكتر من مرة. سؤال 61، يرجع تمتع عبد العزيز بن مروان بشعبية كبيرة كحاكم لمصر خلال عصر الولاة إلى جمعه بين العلم والسياسة، عدله وعلمه، اهتمامه بتعمير حلوان، مهارته العسكرية. هنا عبد العزيز بن مروان لما بنوصفه جمع بين الحكم والفقه والشعبية العريضة، فالراجل ده بيجمع بين العلم والسياسة. سؤال 62، يتضح من خلال دراستك وتحليل الخريطة المقابلة للفتح الإسلامي أن أحداث الفتح غاب عنها إيه؟ أحداث الفتح الإسلامي لمصر غاب عنها إيه؟ وصول إمدادات عسكرية للمسلمين، اعتماد المسلمين على المفاجأة، تعدد المواجهات بين المسلمين والروم، وجود معارك على السواحل الشرقية، السواحل الشرقية اللي هي دي. فطبعا الإجابة هتبقى د، وجود معارك على السواحل الشرقية، لأن مفيش معارك على البحر الأحمر. سؤال 63،
تمثل السبب الرئيسي في ظهور العنصر الفارسي وتقلده الوظائف في العصر العباسي الأول فيه كفاءته في المجال الإداري، ولا سيطرته على أمور الدولة العباسية، ولا دوره في قيام الدولة، ولا ضعف هيبة الخلفاء؟ طبعا دوره في قيام الدولة العباسية، لأن الدولة العباسية في الأساس قامت على أكتاف الفرس. سؤال 64: يعد العامل المشترك بين أحوال مصر في عصر الرومان وأحوالها بعد الفتح الإسلامي. العامل المشترك بين أحوال مصر في عصر الرومان وأحوالها بعد الفتح الإسلامي: معاناة المصريين من الضرائب، تحقيق العدالة الاجتماعية، أهمية مصر الاستراتيجية، اتخاذ الإسكندرية عاصمة. طبعا هي أهمية مصر الاستراتيجية، لأنها مهمة أثناء الرومان ومهمة بعد الفتح الإسلامي. 65: اختلف ولاة مصر في العصر العباسي عن العصر الأموي في الأصل العرقي، التبعية للخلافة، سلطة الحكم، الانتماء المذهبي. طبعا الأصل العرقي، لأن دول في عصر الولاية كانوا عرب، أما في العصر العباسي كانوا فرس أو أتراك. تم اتباع نظام إداري في مصر قائم على قصر مدة حكم الوالي خشية الانفراد بحكم البلاد. يتضح من تحليل مضمون العبارة السابقة أنه تم تطبيق تلك السياسة خلال طبعا العصر العباسي الثاني بعد ضعف الخلفاء العباسيين. 67: يؤكد مضمون النص المقابل على وجود صلات بين العرب والمصريين قبل الفتح، تتمثل في الصلات إيه؟ أوصى الرسول بمصر وبشر في فتحها فقال: ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرا. الاقتصادية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية. طبعا الاجتماعية، صهرا إن في تزاوج أو عائلات مزدوجة. طيب، قام عبد العزيز بن مروان بنقل عاصمة مصر من الفسطاط إلى حلوان لأسباب سياسية، عسكرية، جغرافية، اقتصادية. طبعا جغرافية بعد إصابته بمرض الجذام. 69: اكتسب عبد العزيز بن مروان مكانة بين الولاة اللي حكموا مصر. في ضوء مضمون العبارة السابقة ترجع المكانة اللي احتلها عبد العزيز إلى إيه؟ اتخاذه حلوان مركز ودار له، قربه من الخليفة، اهتمامه أو طول مدة حكمه لمصر، ولا اهتمامه بالاقتصاد والعمران؟ طبعا بسبب اهتمامه بالاقتصاد والعمران. أصبحت هناك سؤال 70: أصبحت هناك ضرورة حتمية لفتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. نتيجة إيه؟ سيطرة المسلمين على الشام، فساد الحكم الروماني، الروابط القديمة مع مصر، ولا ثروة مصر الاقتصادية؟ طبعا الإجابة هي سيطرة المسلمين على الشام. ليه؟ لأن المسلمين لما سيطروا على الشام يا جماعة بقى في ضرورة إجبارية هنا إن احنا نأمن الفتوحات بتاعتنا. سؤال 71: ترتب على فتح المسلمين لمصر التمهيد لتحقيق السيادة على إيه؟ لما المسلمين فتحوا مصر ده هيحقق السيادة على إيه؟ طبعا شمال غرب أفريقيا. فهنا جنوب شرق أفريقيا ولا جنوب غرب أفريقيا؟ لا. جنوب غرب أوروبا؟ لا. شمال شرق آسيا؟ لا. إيه ده؟ ترتب على فتح المسلمين لمصر تمهيد تحقيق السيادة على جنوب غرب أفريقيا؟ لا. شمال شرق آسيا؟ لا. جنوب شرق آسيا. ترتب على فتح المسلمين لمصر التمهيد لتحقيق السيادة على، فهتبقى جنوب غرب أوروبا. ماشي، لأننا وصلنا لحد الأندلس، فده الاختيار الأصح هنا. سؤال 72: كانت القرارات الصادرة للحكام في مصر خلال عصر الولاة تخرج بالترتيب من قرارات الصادرة للحكام في مصر خلال عصر الولاة تخرج بالترتيب منين؟ من المدينة، الشام، العراق. يعني ايه قرارات الصادرة للحكام في مصر خلال العصر الولاة تخرج بالترتيب منين؟ أول حاجة المدينة، يعني المدينة، الشام، العراق. يعني خلال عصر الولاة من فين ثم فين ثم فين. ماشي. الشام، المدينة، العراق، العراق، اليمن، المدينة، اليمن، المدينة، العراق. طبعا المدينة، الشام، العراق. في المدينة، ثم بعد كده العاصمة بقت في بلاد الشام، ثم بقت في بغداد. طيب، أي من أعمال والي مصر عبد العزيز بن مروان تؤكد على عدله؟ إقامته لقنطرة على خليج أمير المؤمنين، إنشاء مقياس للنيل، توسيع جامع عمرو بن العاص، تعمير حلوان. طبعا مقياس للنيل، لأن المقياس يا جماعة بيبقى لتحديد الضرائب، فالضرائب وفقا لارتفاع المية. اعتمدت المحاولة الأولى لنشر الإسلام في مصر على الفتوحات ولا التجار ولا الجاليات ولا المراسلات؟ طبعا المراسلات عن طريق تواصل الرسول مع المقوقس. 75: ظهر تطبيق المسلمين للمبادئ التي تتضمنها النص المقابل من خلال أقام الرسول صلى الله عليه وسلم دولته على أسس من العدل والمساواة وعدم التفرقة بين الناس بسبب الدين أو العرق أو اللون. فالمسلمين طبقوا الكلام ده فين؟ في التشاور في أمر فتح مصر، ولا الاعتماد على العرب في تولي شؤون الحكم، ولا رئاسة عبادة بن الصامت لفوض المفاوضات، ولا سياسة الأمويين في تعيين الولاية؟ طبعا رئاسة عبادة بن الصامت في ترأس وفد المفاوضات، لأنه كان أسود البشرة، فهنا مفيش تمييز ما بين الأبيض والأسود. السلة المقالية بقى بيقول لي بما تفسر قلة وجود ولاة عرب في حكم مصر خلال العصر العباسي. هقول له لأن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس، فاعتمدت في الأغلب على الفرس، ثم ظهر العنصر التركي. ماذا كان يحدث إذا لم يتم إعادة حفر خليج تراجان أو قناة تراجان بعد الفتح الإسلامي؟ هقول له إن هنا مش هتزيد العلاقات التجارية بين الفسطاط والمدينة، ومش هتزدهر مدينة الفسطاط اقتصاديا.
حدد وجه الارتباط بين إعادة حفر خليج تراجان وأوضاع مصر الاقتصادية. طبعا تحسنت بشكل كبير أوضاع مصر الاقتصادية نتيجة إعادة حفر الخليج بسبب زيادة العلاقات التجارية. سؤال 79، ماذا كان يحدث إذا لم يصدر عمرو بن العاص بيانا بعد إتمام فتح مصر لتأمين المصريين؟ يبقى لن يحصل المصريين على الأمان وسياسة المساواة الدينية وسيادة التعايش السلمي. دليل على صحة العبارة، أظهر عامل رماد أهمية مصر للدولة الإسلامية، طبعا لأن استطاعت مصر أن هي تمد المدينة النبوية بالإمدادات المطلوبة لإنقاذها من المجاعة. سؤال 81، كان العامل الديني أحد عوامل قيام المسلمين بفتح مصر لنشر الدعوة الإسلامية ولتصبح مصر سندا قوية للمسلمين. في ضوء مضمون العبارة السابقة استنتج كيف أصبحت مصر سندا قوية للدولة الإسلامية من الناحية العسكرية. هقول لك إزاي يا سيدي. بحيث ان مصر امنت فتوحات الدوله الاسلاميه وامنت المدينه النبويه. مصر كمان في عهد الدوله الامويه امتلكت اسطول قوي مع بلاد الشام ساعد في حمايه سواحل الدوله الاسلاميه. طيب ما العلاقه بين الفتوحات الاسلاميه في الشام وفتح مصر؟ تم فتح مصر يا جماعه لتامين الفتوحات الاسلاميه في بلاد الشام. سؤال 83، يعد مؤتمر الجابيه مؤتمرا عسكريا ارتبطت اهميته بفتح بيت المقدس. في ضوء ذلك ما العلاقه بين مؤتمر الجابيه وفتح مصر؟ برضه تم اتخاذ قرار فتح مصر في مؤتمر الجابيه. فسر دوافع المقوقس في التفاوض مع المسلمين اثناء حصارهم حصن بابليون. ايه الدوافع اللي كانت عنده؟ هو تاكد المقوقس من هزيمه الرومان وخلاص سيطره المسلمين على مصر. سؤال 85، أيد صحة العبارة التالية تاريخيا. لعب المدد اللي أرسله عمر بن الخطاب دورا حاسما في فتح مصر. دي حقيقة لأنهم كانوا سبب رئيسي في المفاوضات مع المقوقس وكانوا سبب رئيسي في فتح حصن بابليون. ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ ساعدت البيئة اللي نشأ فيها المسلمين على فتحهم لمصر. طبعا العبارة صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن عمرو بن العاص استخدم الجانب الصحراوي أو التزم بالجانب الصحراوي أثناء فتح مدينة بلبيس. ماذا كان يحدث إذا تم تنفيذ شروط الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس اثناء حصار حصن بابليون؟ يبقى عدم توقيع مثلا صلح الاسكندريه، بقاء اراضي في ايدي الروم، اكتر من نتيجه هعكسها. طيب سؤال 88، حدد الاثر الناتج عن سياسه العباسيين في اقطاع الاتراك ولايه مصر. اول اثر واشهر اثر هو ظهور الدول المستقله بمصر. آخر سؤال وهو اثبت صحة العبارة الآتية تاريخيا. ازدهار أوضاع مصر الاقتصادية أثناء عهد عبد العزيز ابن مروان. طبعا ازدهرت بسبب إقامته خليج على طرف أو قنطرة على طرف خليج أمير المؤمنين، إقامته مقياس للنيل والتوسع في إقامة الحدائق والجوامع والقصور. بكده يا شباب نبقى خلصنا التدريبات بتاعت أول درس من كتاب الامتحان، ولكن لقاءاتنا طبعا مش هتخلص لأني مع حضرتك لحد باب الامتحان. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.